السلام عليكم. النهارده اول حلقه لينا في مشوارنا سوا، مشوار الهدف منه نكبر ونفهم نفسنا ونقرب من ربنا. واول حاجه لازم نبدا بيها هي انك تعرف ان ربنا كريم. انا مش جاي اديك محاضره ومش جاي اكلمك من فوق، انا جاي اكلمك كاخوك، كحد بيقع وبيتعب بس بيرجع للي عمره ما بيقفل بابه، ربنا. في وقت بيكون حاسين ان الدنيا قافله، مفيش باب بيتفتح، مفيش نور في اخر النفق، وبننسى ان في حد شايف كل اللي جوانا، هو ربنا. ربنا كريم، كريم في الرحمة وكريم في المغفرة وكريم في العطاء. عارف، انت ممكن تكون عملت حاجات مش راضي عنها، حاسس انك بعيد، بس ربنا بيقول لك في القرآن: ورحمتي وسعت كل شيء، وسعت ذنوبك، وسعت خوفك، وسعت حزنك. خليني احكي لك قصة بسيطة. كان في شاب حياته كلها كانت غلط، بعيد وتايه، مفيش عنده هدف، كل اللي حواليه بيقولوا له انت ضايع. ففي يوم الشاب ده راح وقال: يا رب، يا رب لو انت شايفني ساعدني ارجع. ما مرتش ايام ولقى نفسه بيقرب، واحده واحده بدأ يتغير، مش عشان هو قوي، عشان ربنا لطيف قوي. الخلاصه بعد ده كله، ما تقولش انا مش نافع، ما تقولش دنيا سودة. طول ما قلبك بينبض وربك هو الله، في امل، في كرم، في فرصه جديده. ربنا دايما بيبدأ معاك من لحظه صدق. خليك صادق معاه وقول له: يا رب انا راجع لك. لو حسيت بكلمه من اللي قلتها ولو قلبك اتحرك، افتكر دايما ان ربنا مش بعيد، هو بس مستنيك تبصله بنظرة صدق. اشوفكم الحلقة الجاية، وساعتها هنتكلم عن بداية جديدة. سلام.